بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكل الناس اللي متابعاني ومنوره قناتي وبتستنى فيديوهات. كل دي طبعا بقى كانت هدوم مغسوله عايزه تتطبق. دي معاناه كل بيت، بس دي هخليها اخر حاجه، يعني اللي هو يعني قبل ما انام اطبق وانام على طول. فبس يعني كان برضو معايا شويه تشطيبات وشويه شغل بسيط كده، اللي هو روتيناتنا العاديه بتاعت كل يوم، يعني عادي خالص. بس طبعا احنا عارفين ان احنا كل ما بتكون ايدنا في الحاجة كل ما بتكون الحاجة يعني نظيفة، ما بتحتاجش شغل كتير ولا كده. وبالذات المطبخ يا جماعة بيعوز اللي هو يتشال فرشته دايما، و... والفرشة اللي بتكون قدام الحمامات وكده لازم اللي هي تتشال دايما، يعني مش اللي هو حتى كل اسبوع، لا، قبل الاسبوع ده ما يعديش اصلا لو تكون الفرشة دي مغسولة حتى، او طالعة في الشمس متهوية، الكلام ده كله. ما المهم يعني الحاجة دي تكون ايدكم فيها دايما، يعني لان هي دي اصل اللي بتعمل ريحه في الشقه، سواء حلوه او وحشه. ريحه الشقه اللي بيحددها الاماكن ديت، يعني لو كانت الحاجات دي نظيفه فبتخلي ريحه الشقه كويسه وكده. انتوا مش محتاجين اللي يقول لكم، طبعا انتوا كلكم ما شاء الله عليكم وشاطرين وكده، بس احنا الروتينات ديت بنحفز بعض بيها، لان احنا عارفين كلنا ان الجو ساقعه وكده، وتبقى يعني ما بتصدقي انت تنزلي تحت البطانيه تتكلفتي كده وتتدفي، اللي هو مش عايزه تقومي بقى ولا تعملي شغل ولا الكلام ده كله. وبالذات لان السنه دي يعني الجو مش شتا كتير، بس رطوبه عاليه قوي يعني. والله يا بنات انا بحس ساعات ان انا يعني صوابعي كده خلاص، اللي هو مش قادره اطبقها من كتر ما هي يعني مزرقه كده وخلاص مرصرصه كده من السقعه. ربنا يكون في عون من لا مأوى لهم يا رب، ربنا يكون في عونهم ويهونها يا رب على كل الناس. ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك على المقتول حسب الجنسية، وتلقى قضية وتلقى قضية. كيف تكون إنسانا راقي ومطابق للاشتراطات؟ كل كلامك لابس واقع وبتحضن كل الشجرات. كمال كان عايش والله. يا جمال يا جمال كان عايز والله. شعره كيرلي وابيضاني وحلو. شعره كيرلي وابيضاني وحلو. شكرا يا اساس. الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يسلم على الله. السبعة مع أمهم، السبعة مع أمهم. هاي روح الروح. روح الروح. كنت ناوي اعملها عيد ميلاد. شهر 3 في نفس اليوم وانا في بنتي. والله يوم ما تعبت فيه. ما تعيطش يا زلمه. ما تعيطش يا زلمه، كلنا شهداء. يا جماعه زوجي استشهد. يا جماعه جوز استشهد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بعرفها من شعرها. ربنا معاهم يا رب، وربنا ينصرهم. وطبعا احنا كلنا يعني معاهم بقلبنا، وربنا اللي عالم ان احنا يعني قلالات الحيلة، يعني ما يعني ربنا اللي عالم ان احنا ما فيش في ايدنا حاجة ان احنا نعملها لهم وكده، غير ان احنا ندعي لهم، وان احنا طبعا يعني احنا حاسين بيهم. يعني حتى احنا مهما نحس والله حتى احنا لو مهما نحس بيهم مش هنحس بيهم برضو، ولا نحس بالأذى النفسي اللي هم فيه، لان احنا طبعا كلنا عايشين في بيوتنا ومرتاحين، وهم كل اللي احنا نقدر عليه ان احنا ندعي لهم بس. ربنا ينصرهم يا رب وربنا معاه. انا بقى هطبق المفرش ده، هشيله يعني مش هفرشه بقى ده تاني دلوقتي يعني وكده. لو الجو فضل يعني برد كده في العيد وكده هبقى افرشه في العيد وخلاص. وانا مش بفرشه دايما يعني، ولا بهلكه في الاستخدام يعني وكده. أنا تقريبا اصلا من يوم ما اتجوزت يعني ما فرشتوش كتير يعني، حتى هو تشوفوه حتى تلاقوه تحسوا اللي هو بحالته يعني جديد، مش متبهدل ولا كده. يعني انا بستخفف الدفايات يعني وكده، ان انا افرش الدفايات يعني، بس يعني بستسهلها اكتر منه، مش عارفه سبحان الله هو كده يعني. طبعا رشيت اللي عليه ريحه، طبعا الريحه اصلا يعني عارفين هي فيها كحول وكده، فهي بتكون يعني مش هتعمل له ريحه كمكمه ولا اي حاجه، هو ناشف حلو يعني، متشمس وناشف كويس وكده. بس فانا هنا بقى بستخف طبعا الدفايات، لان الدفايات انت بتغسلها وبتنشف يعني، مش بتاخد منك غسيل طبعا زي المفرش. وفي نفس الوقت اللي هو انت بتعوزي تغيري فرشة السرير على طول، يعني انا من الناس اللي بحب اغير
فرشة السرير ما تزيدش عندي عن ال3 ايام او كده يعني بالكتير. طبعا انا كان عندي غسيل برضو، يعني لسه برغم الغسيل اللي أنا كنت مطبقاه ده كله، بس كان في يعني غسيل برضو لسه ما نشفش وكده. فانا هلم الغسيل وهطبقه برضو. بس فهي دي معاناة كل بيت يعني، وربنا يعيننا. وطبعا يعني كل ده بثوابه وبناخد عليه ثواب، وربنا بيجازينا على كل ده يعني. إيه فبس فاحنا طبعا ما تستنيش بقى شكر من بني ادمين ولا كده، فانت كفايه ان انت ربنا بيجازيك وخلاص عن تعبك ده. وكده كده كلنا يعني بنعمل لعيالنا، محدش بيعمل، انت مش بتعملي لحد، ده دورك وده واجبك في الحياه. طبعا احنا امهاتنا كانت كده من قبلنا، واحنا كده، وعيالنا برضو هيبقوا كده من بعدنا. فما فيش واحده يعني بتعمل حاجه يعني اللي هو اختراق خارق. يعني احنا طلعنا لقينا يعني دي حاجة امهاتنا واحنا وعيالنا من بعدنا، وهي دي هي ديت الحياة يعني. فالمفروض يعني انت طالما انت شايفة ان او اي واحدة مستثقلة الحاجات ديت، ما يكونش بقى عندك حب الدنيا اكتر من حب الاخرة. تكون انت عارفة ان الدنيا ديت دنيا شقاء، مش دنيا راحة ولا اي حاجة يعني. بس لما انت تكون عندك يعني، انت لما يكون حاجة ديت من جواكي ان انت مش حابة ان الدنيا عن الاخرة والكلام ده كله، فكل مشاكلك وكل الحاجات اللي تعباكي في الحياة مش هتحسي بيها. اما لو انت بقى حاطة الحياة ديت هي كل اولوياتك بقى، فهتحسي ان الحياة تقيلة عليكي، وهتحسي بمعاناة شديدة كده يعني اللي هو، ويكون عندك مشاكل كتير طبعا، لانك اللي هو يعني مش عايزه الحياه من غير مشاكل كده، وعايزه الحياه من غير هموم. وطبعا هي الدنيا ديت اصلا دار ابتلاء، فالحمد لله الحمد لله على كل حال. بشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله لا تترك لليأس سبيلا، لفؤاد آمن بالله يحزن من يوقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولى هل ييأس من كرم الله؟ لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله، فاسألني أعطيك ما ترجو لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله، أو كنت كثيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله؟ لا تيأس من روح الله لا تيأس. طبعا رحت بقى اكلت الطير، وبعد ما لميت هدومي وكده ونزلت. ف بس زي ما شفتوا معايا بقى، لقيت الفراخ ديت واحده يعني ايه هتموت كده، وواحده ماتت اصلا خلاص يعني. الحمد لله على قضاء الله طبعا. فلسه ما ماتتش، حطيت عليها اللي هو القفص ده، يعني قلت مثلا لو عاشت او كده يعني ما تضيعش يعني وكده. ولو ماتت خلاص بقى هنشيلهم الاتنين في كيس. عملت جثة وهنرميهم. ظبطت نفسك كده يا اختي لمين؟ انت بتظبطي نفسك لمين؟ لبابا؟ انت بتظبطي نفسك لبابا؟ ده بابا هيقطعك. ظبطيني. طب خلاص بقى خلاص. ظبطيني. ظبطيني. خلاص انت عامله جثة. ظبطيني. ده بتقولك بتعمل تظبط نفسها لبابا. ظبطيني. طيب يا اخوي بس سيبي كده سيبي كده. اللي ما بيسرحش سيبي الكريم. بيكون شعر متلزق بحاله. اللي ما بيسرحش شعر بيكون ملزق، شعر متلزق بحاله. وانت رايحه في رحله ليه؟ رايحه جنبها ليه؟ ده اختك تحبيه؟
وفي اليوم ده بقى اللي هو يعني كنت تعبت بقى وزهقت وقرفت من الشغل الصراحة، فما عملتش بقى، ما طبختش وكده يعني، وقلت ان احنا هنعمل الاكل يعني اللي هو كده يعني حاجة عايزين حاجة مالحة، حاجة حرشة كده يعني اللي هو كده. المهم يعني ان احنا كنا بنتلكك، اصلا كان عندنا عيد ميلاد يعني، وبنتلكك ان احنا ناكل حاجة حلوة. هو احنا لا بنعمل اعياد ميلاد ولا غيره، بس هو التلاكيك يعني ان احنا بقى عايزين نعمل حاجات حلوة كتير ومش عارفة ايه، فبنقول عيد ميلاد وكده. بس في اليوم ده بقى كنا جايبين التورتايه اللذيذة دي اللي هو احنا اصلا يعني سهرنا بيها اليوم ده وبس، والبنات انبسطوا بقى وكده بقى الفيديو بتاعي يكون خلص النهارده، ويوم يكون خلص بقى، واستنوني بقى في فيديوهات جايه ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وطبعا ما تنسوش ان ده يعني من اعظم الشهور، وان انتوا الاعمال فيه مضاعفه. يعني الحاجه الايه القرانيه اللي انت بتقريها في الشهر ده يعني يعني جزائها مضاعف. ومع السلامه.